تصدر المنتخب السعودي لكرة القدم قائمة خاصة في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر بعد إسدال الستار على دور المجموعات. وفي سياق آخر، احتل كانج إمالي نجم المنتخب الكوري الجنوبي صدارة الأفضل للاعبين في البطولة بالتساوي مع أكرم عفيف نجم قطر 9.7 درجة، وتأهل إلى 8 نهائي البطولة صاحب المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، إضافة إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ونجحت 8 منتخبات عربية في بلوغ 8 النهائي لتمثل نصف عدد المنتخبات في هذا الدور، بينما فشل فقط منتخب عمان ولبنان في التأهل. وضرب الأخضر موعدا ناريا مع كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل في قمة مباريات الدور. ولفتت أيضا إلى أن زيدان رفض عرضين لتدريب البرازيل وأمريكا، ولا يزال يحلم بقيادة منتخب فرنسا. ويبحث الاتحاد الجزائري عن مدرب جديد لخلافة جمال بلماضو الذي أقيل بعد الخروج من الدور الأول لكأس أفريقيا 2023. وترددت أسماء في الأيام القليلة الماضية لقيادة محارب الصحراء مثل هيرفي رينارد ووحيد خليلوزيتس وبيتكوفيتس. أما زيدان فهو بلا عمل منذ انتهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد بانتهاء موسم 2020/2021.